زعلانين من النتيجة كنا بنتمناها مع أول إعلان للقرعة. أول لمّا أعلنوا في القرعة إن إحنا معانا بلجيكا، قُلنا نتعادل مع بلجيكا والماتشين التانيين ممكن نتصرّف فيهم، بس بعد ما قابلنا بلجيكا وبعد الأداء اللي شُفناه وبعد الخطة والانضباط التكتيكي وبعد اللي عمله حسام حسن ورجالته، كلنا شايفين إن اللي حصل فيه ظُلم لأدائنا، بل إن إحنا كنا ممكن نكسب 2 و3 مرتاح. حظ محمد هاني كان عاسر جدًا بعد مباراة ولا أروع قدّمها علشان يبقى تاني لاعب يسجّل في مرمى فريقه من منتخب مصر، والغريب إن الاتنين في مركز الباك رايت، مرّة أحمد فتحي في سنة 2018 في المباراة اللي خسرناها قدّام روسيا 3-1، ومرّة محمد هاني في مباراة بلجيكا اللي عملنا فيها أعظم أداء. حسام حسن تفوّق على نفسه بتشكيل معتاد، ولكن الغير معتاد هو الفكرة اللي عملها حسام حسن. واللي فاجئني بيه حسام حسن إنه كان مرن في التكتيك وفي الأفكار، لإنه أول مرّة حسام في خلال نفس المباراة يطبّق أكتر من فكرة بشكل واضح وصريح ويغيّر أدواته بجرأة بتحكُّم واضح في الأدوات دي. حسام حسن كان بيلعب بذكاء شديد بإنه يعمل overload ناحية اليمين ويفضّي المساحة ويحاول يفرّغ الناحية التانية ناحية الشمال لواحد زي إمام عاشور وواحد زي فتوح. يعني دايمًا حتى في كرة الهدف ممكن تشوف فيها الموضوع ده. هتلاقي إن محمد هاني بدأ بقطع كورة ممتازة جدًا في نُص الملعب من دوكو، بدأ لعب الكورة مع محمد صلاح وضَم عليه زيكو وراح مهند لاشين وبقوا هناك حوالي 4 أو 5 لعيبة، محمد هاني وزيكو ومهند لاشين ومحمد صلاح في وسط الكلام ده كله، وطبعًا بخبرات محمد صلاح اللي عمل إنه هيجري عشان ياخد المساحة في ضهر المدافعين وسقط، وبعدين يدّي كرة ولا أروع في الناحية التانية اللي بقت فاضية تمامًا لإمام عاشور، اللي استخدم مهارته في الاستلام والتسديد علشان يسجل هدف ولا أروع في حارس مرمى كبير زي تيبو كورتوا، الراجل اللي عقّد مهاجمين كبار في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا. اتفاجئ بدانة مدفع من على بُعد مش كبير من إمام عاشور الشاب المصري الصغير اللي قدر يسدد ويسجل في أول مشاركة ليه في كأس العالم. الجول ده جول جيد جدًا أو جول ممتاز على مستوى الأفراد وعلى مستوى الفكرة وعلى مستوى التنفيذ. لمّا تشوف الفكرة بتاعة الoverload ناحية اليمين وتفريغ المساحة ناحية الشمال علشان اللاعب يلعب على عدلته، أصلًا إن أنت تلاعب إمام عاشور 8 ناحية الشمال وهو لاعب أيمن، فأنت بتدّي له قدرات إنه يبقى طول الوقت الكورة قادر يكسر بيها ويروح بيها على عدلته لإنه مميز في التسديدات. فأنت حطيت إمام في المكان ده، وده ما كانش اختراع، حسام حسن جه وكل المدربين بيلعبوا بإمام رقم 8 ناحية الشمال، ولكن اللي أضافه حسام حسن إنه فرّغ المساحة لإمام علشان يروح 1 على 1 وعلشان يستلم وعلشان يبقى عنده مساحة ووقت يسدد فيه باقتدار ويسجل هدف ولا أروع. حسام حسن كان عنده من الشجاعة إنه يلعب بزيكو ناحية اليمين علشان زيكو بيقدر يرجع يقفل مع محمد هاني اللي كان جبهته بيواجه فيها دوكو، واحد من أهم وأخطر الأجنحة في العالم واللي بيأدي موسم ولا أروع، وما فيش حد قدر يعمل مع دوكو جيم دفاعي بالشكل اللي عمله محمد هاني بمساعدة مهند لاشين ومصطفى زيكو. ليه باقول إن جرأة حسام في إنه يلعب بمصطفى زيكو؟ لإن بمنتهى البساطة وأنت بتلعب في المستوى ده، أنت محتاج واحد بخبرات محمود حسن تريزيجيه، فكان الطبيعي والمنطقي واللي كلنا كنا متوقعينه إن تريزيجيه هيبدأ، وإن محمد صلاح هيلعب ناحية اليمين، ولكن محمد صلاح إسهاماته الدفاعية مش كبيرة، في نفس الوقت أقدر أستفيد بطاقة واحد زي مصطفى زيكو بيقدر يرجع يدافع وعنده سرعات وعنده عشوائية في الأداء كده زي مؤمن زكريا ربنا يشفيه، بتخلّي ليه قدرة على مفاجأة الخصم. في الوقت ده محمد صلاح لعب تحت راسين الحربة أو لعب راس حربة تاني جنب مرموش، الأمر اللي ادّى له حرية في الحركة يمين وشمال وفي قلب الملعب، وكان ممتاز جدًا في توزيع الكرات وفي التحكم في رتم المباراة. الشكل ده يُحسب تمامًا لحسام حسن، يُحسب تمامًا إنه حفّظه لفرقته،
يُحسب تمامًا لتنفيذ اللعيبة. في نفس الوقت نقدر نروح للفكرة التانية اللي عملها حسام حسن. للأسف زي ما بنقول إنه حسام حسن عمل مباراة ولا أروع، نقول إنه اتأخّر في تغيير الفكرة. اتأخّر في تغيير الفكرة لما بعد التعادل، لمّا قرر إنه يلعب الطويل، فبدأ يسحب حمدي فتحي من مركز المساك اللي هو بيجيد في التدرج في الكورة، ونزّل رامي ربيعة اللي بيجيد الكرات الطولية وبيلعبها بإتقان. في الوقت ده حسام حسن قرر إنه هيلعب عرضيات جوّه ال18، وعشان يلعب عرضيات جوّه ال18 إمام عاشور هيكون إسهاماته في الزيادة الهجومية ضعيفة، لإنه ما بيلعبش بهِدّه، ولكن حمدي فتحي بيلعب بدماغه. فقرر حسام ينزّل رامي ربيعة بدل إمام عاشور عشان يلعب رامي ربيعة في مركز السيرد باك، ويطلع حمدي فتحي في مركز ال8 ناحية الشمال، علشان في نفس الوقت أحمد السيد زيزو في ناحية اليمين. أحمد السيد زيزو واحد من أفضل مرسلي الكرات العرضية في مصر. في الوقت ده بدأ يبقى عندنا حمدي فتحي بيلعب بدماغه، عندنا مرموش بيلعب بدماغه، زوّد واحد تاني بيلعب بدماغه وعنده طول فارع مش موجود في بقية لعيبة منتخب مصر، وهو حمزة عبد الكريم. فهنا فهنا تقدر تشوف إن حسام مش بس عنده فكرة، حسام عارف الأدوات اللي عايزها علشان تنفّذ الفكرة. حقيقي الفكرة لم تُثمر عن هدف، ولكنها فكرة بدأت تنفيذها، وبقى في أدوات عشان تتنفّذ. وفي الحالة دي كُلّنا لازم ناخد بالنا إن حسام حسن بدأ يبقى عنده مرونة. حسام كان وجهة نظري والمأخذ اللي كنت باخده عليه طول الوقت اللي فات، إنه بيلعب المباريات بفكرة واحدة. لمّا الراجل يلعب بأكتر من فكرة، حقّه علينا إن إحنا نبرز ده ونقول إن حسام حسن بدأ يبقى عنده الثقة والهدوء اللي تسمح له بالمرونة دي. منتخب مصر عمل مباراة ولا أروع، ولكن أنا باخاف على منتخب مصر من المباريات والأداءات دي أمام فرق أوروبا، لإننا للأسف بعد ما بنعمل مباريات بالأداء ده، بنواجه فرق أقل في التصنيف، فبنلعب بتعالي بيؤدي إلى إننا بنخسر وبنخرج. الكلام ده اتكرر بدل المرة 10. وأبسط وأقرب مثال على كده لما كنا بنلعب في كأس القارات سنة 2009، وعملنا مباراة تاريخية أمام البرازيل 4-3، خسرنا بفارق هدف في آخر ثانية في المباراة، وكسبنا إيطاليا حامل لقب كأس العالم علشان نخسر قدام أمريكا المصنف الأضعف في المجموعة 3-0 ونودّع. فإحنا هنا لازم نقول لنفسنا إحنا عملنا مباراة جيدة ولكن لم نحقق شيئًا بعد. حسام حسن وجهازه عليهم عبء كبير جدًا نفسي بجانب العبء الفني، إنهم ينسّوا الفرقة دي واللعيبة دي أي إطراء أو مجاملة أو إشادة بتحصل بيهم حاليًا، بما فيهم الإشادة اللي أنا باقولها دلوقتي، على أمل إن إحنا نكسب إن شاء الله مباراة نيوزيلندا ومباراة إيران، ونتصدر مجموعتنا في كأس العالم. ولو حصلت هيبقى حدث تاريخي. خدوا بالكم، إحنا لغاية ما بنتكلم دلوقتي لم نحقق أي انتصار في مبارياتنا في كأس العالم على مر تاريخنا، على الرغم إننا مصر أهم وأقوى فريق أفريقي في التاريخ. سلام عليكم.